مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير. وأنور مساك الله بالخير. الله يبارك فيك. ايش عندنا اليوم؟ والله اليوم عندنا آية. آية ومعنى. الآية ايش تقول يا أنور؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طيب وتزودوا، الله تعالى في البداية يقصد بالزاد الأول اللي هو ما الرحلات. ايش يشيلوا في الرحلات؟ طعام، الأكل والشراب والإيش؟ والفلوس. فلوس عشان يشتري. صحيح؟ وتو في هذا الزمان الناس لما تسافر تحط الفلوس هذه وين؟ في البطاقة. الفلوس والأكل والشرب في البطاقة، ما يحتاج الفيزا ما يحتاج يشيل هذا. فإن خير الزاد التقوى. الزاد اللي هو الطعام. الزاد اللي هو الطعام. اي لكن فإن خير الزاد التقوى. الآن الزاد الثاني هل هو زاد الدنيا التقوى ولا زاد الآخرة؟ لا، زاد الآخرة. أما بالنسبة لزاد الآخرة فإنه يختلف عن زاد الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إيش هي التقوى؟ التقوى أقول لك والله اتق الله. اتق الله أن نعبد الله. لا أقول لك واحد اتق الله، يعني في تعريفها البسيط أبسط تعريف حالها مخافة الله. يعني خاف الله. اتق الله. اتق الله يعني خاف الله تعالى في هذا الشيء. إذا مخافة الله عز وجل، ومخافة الله عز وجل تجيب لك ثلاثة أشياء. إيش هي؟ تقربك من الله تعالى، وتبعدك عن الذنوب والمعاصي، وتقربك من الطاعات والعبادات. ثلاثة أشياء. إيش هي أنور؟ أول شيء تقربك. تقرب إلى الله تعالى. أيوة. تبعدك. وتبعد عن الذنوب والمعاصي. تقربك إلى الطاعات والعبادات. هذا المثلث، العبادات كلها قائمة على هذا المثلث. ولذلك قالوا زاد الدنيا يأخذك إلى حيث ينتهي. وزاد الآخرة إذا حيث ينتهي. إيش معنى إذا حيث ينتهي؟ إذا خلص الفلوس الرحلة مالها انتهت. الله. رايح مكان مسافر ولا شيء، خلصت البطاقة ما فيها فلوس، بتقول حر بيعك مو خلا راجع عند البلاد ما فيها، ما حلوة، وازي ماشي خلص الفلوس. لذلك إلى حيث ينتهي. وأما زاد الآخرة اللي هو زاد التقوى فيأخذك إلى جنة المأوى. فلذلك قال الله عز وجل فإن خير الزاد التقوى. هنا أحسن، اللي يأخذك إلى مكان وينقطع ولا اللي يأخذك إلى الآخرة؟ للآخرة ما يخلص. ولذلك عرف التقوى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بكلمات جميلة جدا. قال التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. كلمات جميلة جدا هذه في وصف التقوى. لذلك الإنسان دائما يجتهد، خاصة الصيام يؤدي إلى التقوى. قال لعلكم تتقون، والعبادات كلها من أجل التقوى. فهذه التقوى كيف تسوي؟ حلوة ولا ما حلوة؟ حلوة التقوى، لازم جميلة. أي لأنها تؤدي إلى مخافة الله عز وجل. طيب وهذا اليوم يعني طبعا مثل ما شفتوا، خاصة هذه الآية آية عظيمة جدا. يقول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لذلك الإنسان يجتهد في العبادات كلها من أجل أن يصل إلى التقوى. وإذا وصل إلى التقوى وصل إلى من؟ رضا الله والجنة. مولى الجنة خلاص عاد. فلذلك هذه هي يعني تقريبا الكلمات اللي يعني حبينا نقولها. شيء عندك أنور إضافة؟ الحمد لله خلصنا. الحمد لله خلصنا. بارك الله فيكم.